ازيكم يا حبايبي، يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض وصفة لذيذة جدا كلنا بنحبها. هنعمل مع بعض البطاطا، وزي ما انتوا شايفين معايا مستوية جدا من جوه وكمان مكرملة من بره، وطعمها مش قادرة اوصف لكم قد ايه روعة. لو عاوزين تعرفوا الطريقة ياريت تتفرجوا على الفيديو للآخر وما تفوتكوش منه اي حاجة، لان اهم حاجة علشان توصلوا النتيجة الجميلة اللي انتوا شايفينها انكم تمشوا على الخطوات مظبوط وتعرفوا ازاي بنقدر نسويها ونوصل للمرحلة دي. قبل ما نبدأ في الخطوات مع بعض ياريت ما تنسوش تضغطوا لايك، واللي لسه مش مشترك في قناتي يشرفني ويشترك في القناة. اول حاجة هنعملها مع بعض، هنجيب البطاطا وننقعها في مية لمدة 5 دقايق. النقع ده بيساعدنا ان الطينة او التراب اللي عليها يتحاش بسهولة. يكون عندنا فرشة او عندنا ليفة وندعك بيها الطينة. شايفين الطينة قد ايه؟ فلازم تغسل كويس عشان الحاجة دي احنا هناكلها احنا وولادنا، لازم نتأكد دايما من نظافتها. جبت ليفة عندي، الليفة دي طبعا مش بنغسل بيها المواعين، دي انا بستخدمها في تنظيف البطاطس البطاطا اي خضروات، وبغسلها كويس وبنشفها، وكمان بحطها فترة في الشمس علشان ميبقاش فيه اي بكتيريا وحاجة تضر صحتنا. نبدأ نغسل كويس، نشطف بالمية وندعك اي حتة فيها طينة نضفها كويس، واي جزء تالف ممكن نحوشه بالليفة او نكحته بالسكينة. زي ما انتوا شايفين اهو بدأت تنضف معانا. نحطها في المية ونغسل علشان تتحاش معانا الأوساخ بسهولة. خلص كل الكمية اللي عندي، وزي ما انتوا شايفين معايا الأتربة والطينة اللي طلعت من الغسل أول مرة، شوفوا قد ايه. علشان كده بقول لكم لازم نهتم جدا بالخطوة دي. هنغسلها مرة تانية في مية نظيفة. ممكن المرة دي أمسك البطاطا بإيدي وأبدأ أفرك جامد، عشان لو في أي حاجة الليفة ما قدرش تحوشها أنا أحاول أحوشها كمان بإيدي. خلص كل الكمية وأغسلها مرة كمان، وبكده البطاطا بقت جاهزة عندي ما شاء الله، نطفت تماما بقت ممتازة. الحاجات اللي على الأطراف حشتها بالسكينة. دلوقتي البطاطا جاهزة معايا علشان ابتدي أسويها. عملية التسوية لازم تكون في حاجة تكون واسعة. لو عندنا حلة واسعة أو صينية، أنا عايزة البطاطا تبقى ملاصقة للقاع بتاع الصينية أو الحلة اللي هنحط فيها. يعني ما ينفعش في الطريقة دي أجيب البطاطا كده وأحطها فوق بعض، مش هتديني التسوية أو الكرملة اللي أنا عاوزاها اللي بتخلي البطاطا طعمها مميز. علشان كده لازم البطاطا زي ما انتوا شايفين ملاصقة للقاع علشان تستوي بالشكل اللي هتشوفوه معايا. أول حاجة هحطها، هحط كوباية من المية، كوباية عادي كوباية زي اللي بنشرب فيها الشاي اللي هو المج العادي الإزاز. وابتدي أحط السكر. أنا حطيت 4 معالق سكر على الكمية اللي انتوا شايفينها. السكر ده هو اللي هيدوب مع المية وهيكون لنا صوص جميل زي صوص الكراميل. هو ده اللي هيدينا الطعم اللذيذ للبطاطا. الطريقة دي مهم جدا نتابع البطاطا، ما ينفعش كده نعلي النار ونسيبها تحرق منكو. في ناس في المرحلة دي بتحط ورق زبدة وورق ألومنيوم، لكن أنا مش هحط الحاجات دي. أنا أهم حاجة عندي أغطي البطاطا كويس أو أكمرها كويس. شفت صينية نفس المقاس، أهم حاجة تكون قافلة كويس على البطاطا، مش عايزة أي بخار يطلع. أنا عاوزة البطاطا تتكمر وتستوي كويس. بس هتستوي ازاي وهي كده صحيحة زي ما انتوا شايفين؟ في كذا حاجة نخلي بالنا منها. أول حاجة هنسيب البطاطا على درجة حرارة عالية
لمدة 10 دقايق، وبعدين هنفتح عليها نشوفها دلوقتي مع بعض. بتغلي زي ما احنا شايفينها، بس طبعا 10 دقايق مش كافية علشان تستوي. احنا مش مقطعينها قطع صغيرة، هي زي ما انتوا شايفينها البطاطا كده بوحدتها، فلازم تاخد وقت تاني للتسوية. دلوقتي هوطي النار وهسيبها 10 دقايق كمان، وهقول لكم هنعمل ايه بعد كده. بعد ما خلصت ال10 دقايق زي ما اتفقنا على نار هادية، هنفتح عليها ونشوفها. نلاحظ ان لونها بدأ يغير شوية زي ما انتوا شايفين. المية لازم نتأكد ان المية مش تخينة معانا، يعني لسه ما كرملتش، علشان البطاطا تكمل التسوية. لو لقينا في المرحلة دي المية قلت ممكن نزودها معلقتين 3، مفيش مشكلة. الخطوة اللي هنعملها بعد كده لازم نقلب البطاطا على الناحية التانية علشان تستوي. احنا سوينا الناحية اللي من تحت على نار هادية، فلازم الناحية التانية كمان هنعمل معاها نفس الحركة. طبعا اتأكدت اهو ان المية زي ما هي موجودة عشان نكمل التسوية بتاعتنا. دلوقتي هسيب الناحية التانية تستوي لمدة 10 دقايق، وبأكد عليكم النار بتاعتنا تكون هادية. دلوقتي هغطي عليها نشوفها بعد مرور 10 دقايق. دلوقتي البطاطا كملت معايا نص ساعة. لازم اتأكد طبعا من التسوية، بضغط عليها بإيدي لقيتها لسه مكملتش تسوية، استوت بس لسه عاوزاها تبقى طرية اكتر من كده معايا علشان يبقى طعمها حلو كده مش بتعض مننا. هقلبها على الناحية التانية كمان واسيبها كمان 10 دقايق. وزي ما اتفقنا نبقى مركزين في كمية المية. لو في المرحلة دي البطاطا ما استوتش ولقينا المحلول بقى تخين معانا، بقى عامل زي الشربات كده، لا نزود مية علشان البطاطا ما تتحرقش، وعلشان كمان نكمل التسوية بتاعتها اللي احنا عاوزينها. ويا ريت لو هنزود مية المية ما تبقاش كتير، نزود حاجة بسيطة خالص على قد ما البطاطا تستوي. دلوقتي انا سبتها 10 دقايق كمان. خلاص دلوقتي هشوفها. هنلاحظ حاجة معانا، شايفين محلول السكر بقى عامل زي الشربات، والبطاطا خلاص كده استوت معانا. في المرحلة دي انا مش هغطيها وهعلي النار. طبعا الفترة اللي فاتت كلها انا موطية النار، البطاطا كانت بتستوي على نار هادية. مهم جدا تاخدوا بالكم من الحكاية دي علشان ما تتحرقش معاكم. دلوقتي انا عليت النار وعيني على البطاطا، مش هسيبها خالص. عاوزة الشربات اللي قدامي يتكرمل اكتر من كده. في ناس ممكن تاكلها كده عادي تبقى مستوية كويس مفيش مشكلة، لكن انا عاوزة البطاطا تاخد لمعة حلوة وكمان تشرب من طعم الكراميل اللي اتعمل، فبيبقى طعمها لذيذ جدا. تشوفوا الشكل معايا يبقى ازاي. شايفين الفقاعات اللي بتطلع دي. هنهز الصينية بتاعتنا ونخلي البطاطا تتشوح كويس في الكراميل اللي انتوا شايفينه، وبعدين هنقلبها على الناحية التانية علشان تشرب كمان من نفس الصوص الجميل اللي احنا شايفينه وتاخد اللمعة اللي احنا عاوزينها. لو حابين تسيبوا البطاطا تاخد لون كده محروق شوية من الناحيتين زي ما تحبوا، بس اللي هيحصل مش هيبقى فيه اي صوص كراميل هتحطوه على الوش، فدي حاجة ترجع لكم. لو حابين تخلوا جزء كده من الصوص تحطوه على الوش اثناء التقديم زي ما انا هعمل، فتحوشوا البطاطا في المرحلة دي. ما شاء الله لونها خطير. البطاطا وانا بقدمها ما شاء الله مستوية ومهرية جدا، وزي ما انتوا شايفين هو ده الصوص اللي كان قصدي عليه.
قلت لكم تحاولوا تحوشوا البطاطا في المرحلة دي علشان ما ينشفش معاكم او يتحرق، لان انا بحب طعمه جدا مع البطاطا. دلوقتي هنفتح واحدة مع بعض، سخنة جدا ما شاء الله، مستوية زي الزبدة، الله اكبر، روعة. عاوزة اقول لكم الريحة كمان يا جماعة احلى من الريحة اللي بنشوفها على عربيات البطاطا، الريحة تجنن. والشكل كمان زي ما انتوا شايفينه، البطاطا شربت من الصوص بتاع الكراميل. واللي اتبقى كمان انا هحطه دلوقتي قدامكم، طعمه خطير. هاخده كده وابتدي اوزعه على البطاطا، بيبقى طعمه يجنن. الشكل زي ما انتوا شايفينه، مش محتاجين اشرح لكم قد ايه وصفة النهاردة جميلة جدا، طعم خطير، والشكل يا جماعة في منتهى الجمال. اتمنى تجربوا وصفة النهاردة. وتاني بأكد عليكم خطوات التسوية مهمة جدا. اول 10 دقايق النار عالية، وبعدين كل جنب بهدي النار حوالي 10 دقايق كمان. وحسب نوع البطاطا اللي عندكم ممكن تحتاج تسوية 10 دقايق تانية، او ممكن ما تحتاجش، حسب حجمها وحسب نوعها كمان. انتوا اللي هتقدروا تحددوا الوقت اللي هتحتاجه للتسوية. هي غالبا بتاخد من نص ساعة لساعة الا ربع مع المتابعة المستمرة. وطبعا زي ما قلتلكوا لو لقيناها لسه ما استوتش كويس نزود كمية قليلة من المية ونكمل التسوية بتاعتها. اتمنى تكون وصفة النهاردة نالت اعجابكم، وياريت كل اللي معايا لغاية دلوقتي ما ينساش ويضغط لايك، واللي لسه ما اشتركش في قناتي يشرفني ويشترك في القناة. مع السلامة يا حبايبي، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.